السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى العزومه، يوم من ايام العزومه، فعملنا لهم محاشي وحاجات حلوه كده هتعجبكم ان شاء الله وهتشوفوا طريقتها. وانا قبل كده عامله الكرنب في القناه، فبصوا شكله جميل ازاي، هتشوفوه في القناه بتاعتي نفس الطريقه ونفس المقادير وازاي بعمله. وهنا عملنا بسله، بنسلقها الاول، وفي ناس بتحطها مع الدمعة، لا انا بسلقها الاول واتاكد ان هي استوت واعمل لها التدويره بتاعتها وبعدين احطها عليها. هنا بشوفها بصوا زي الزبده هي بقت، شايفين؟ يعني عشان ايه الخساره، احنا بنجيب كميات اكل لازم نحافظ عليها. وهنا التدويره بتاعتها، ولازم ايه ما نخليهاش يعني مش كويسه وبعدين ما تتاكلش وتبقى فاقد، خساره في الايام الغلا والكلام ده. فهنا حطيت عليها قد مج كده شوربة صلصة طماطم، وحطيت عليها معلقة صلصة. وكان عندنا ملوخية فقلنا نعمل زوادة يعني كده، فهنا حبة ملوخية عملنا لهم شوربة كدابة. الشوربة الكدابة انتوا بتشوفوها على قناتي، عبارة عن مية وبصلة صغننة، وبنحط فيها ممكن للملوخية تحطي طماطمية وتبقي تشيليها، وفصين 3 توم بتدقيهم، وتحطي ملح وفلفل، واذا كان في مرقة تحطي، ما فيش شوربة تحطي مرقة، في شوربة خلاص. وحطينا ذرة كربوناتو، وقلبناها كده. هتلاقوها مثلا ايه مش مليانة مية الشوربة بتاعتها، عشان لسه هنزودها الشوربة بتاعتنا. عندنا شوربة لحمة عشان تبقى خضرة وتستوي بسرعة، ما تبقاش سودة. هنا بعد ما استوت ضفنا عليها الشوربة، وبنشوفها بقى بنقلبها وبندوقها، لو عايزة حاجة بنحطها لها. وبنحضر الدقة بتاعتها، الطشة بقى اللي هي التومة والكزبرة، فقد كده 7 فصوص توم او 5، ودقيناهم بربع معلقة كزبرة، وهنحطهم بقى ندحهم. وبعد ما قدحناهم طشينا بيهم الملوخية، وفي نفس الاناء اللي احنا عملنا فيه الدقة دي هنكب عليه شوية ملوخية عشان ايه، تدينا الريحة وتدينا العرق. وعملناها بالهاند بلندر عشان خاطر ايه ما تخليهوش الهاند بلندر يبقى ناعم قوي، يا دوبك زي المخروطة. قبل ما نحط التوم، قبل ما نضيف التوم وقبل ما نحطها في الطاجن، ضربناها بالهاند بلندر. ودي الكرنب بتاعنا عملنا له الرز، بنسبك له تسبيكه، وبنحط له قد، هو لو الكرنبايه قد كيلو بنحط لها كيلو طماطم، وعملنا بدنجان اسود وابيض بنفس التدويره والحشوه اللي حشينا بيها الكرنب. يعني ده بيدينا طعم وده بيدينا طعم، بس ايه التدوير الحشو واحد، الرز واحد. يعني ممكن برضو لو معانا كوسة، لو معانا ورق عنب. وهنا برضو هنرصه، هتشوفوا بحطه في البايركس، بحطه في الصينية الألمونيا. انا بعمله في الفرن، ما بحبش احطه على البوتاجاز، وبيطلع في منتهى الروعة وطعمه تحفة. اما البدنجان حطيناه على النار، هتشوفوه دلوقتي على البوتاجاز وطلع جميل، وهتشوفوني اعمله، اقول لكم في داخل الفيديو انا عملت ايه مع البدنجان. هنا هنبتدي بقى نلف الكرنب، بنحطه خلف خلاف. يعني لو حطينا ده بالطول هنحط اللي فوقيه بالعرض. ليه بنحط اللي فوق بالطول واللي تحت بالعرض او العكس؟ وهنا لو لقينا عرق مثلا في الكرنبايه بندقه كده، ما بنشيلهوش، بندقه وبنخليه يطرى، وبنبتدي نحشيه برضو. بنحطه خلف خلاف علشان خاطر لو حطينا العقد بتاعه، العقد اللي هي الشوربة اللي بنحطها فوق الكرنب، عشان خاطر تبقى متداخلة جواه ويستوي كله سوا واحد. وانا عاملاه قبل كده في 2 فيديو كرنب، هتشوفوهم على القناة، تخشوا وتشوفوهم، وهتلاقوا طريقة التدويرة معمولة بطريقة جميلة وتعتمدوها، وسهلة جدا. وعشان كلكم تعملوه بالطريقة دي اسهل من انه شيت فوق البوتاجاز. بتتعمل في الفرن، فرن البوتاجاز، فرن الغاز بيبقى، وانا بقطعه بالطريقة دي بيبقى سهل جدا. هتشوفوه برضو انا منزلاه في الفيديو، فمرضتش اطول عليكم الفيديو واكررها يعني. فانتوا لما تخشوا على القناة في فيديو الكرنب هتلاقوها سهلة جدا. هنا حشينا الكرنب اهو خلف خلاف عشان خاطر يتخللوا. هنا حشينا البدنجان الالوان ده الابيض والاسود، وبنخليه واقف
مش بنحطه بننيمه كده عشان ما يتبططش ويدوب. وشوفوا شكله جميل ازاي. وبنحط العقد بتاع البدنجان اقل من النص، الحلة اللي هي فيها اقل من النص، واول ما يغلي كويس بنوطي عليه. وده طبعا يا دوبك بنشربه كده، ما بنزودش عن كده. وبنحط فوقيه اي طبق بازاز صيني وندخله الفرن. هنا برضو ده هنحطه فوق البوتاجاز، بنحطه كده يعني حطينا قد مج شوربة، دول 2 كيلو بدنجان. واول ما يغلي نوطي عليه، وبعد ما نحس ان هو ابتدى دخل في السوا نحط الشياطة تحتيه. يعني ايه، الواحد لازم يهتم بحاجته عشان خاطر ما تفقدش منه. هنا جبنا خلاص غطيناه كده بفول، او ما عندكيش ممكن بصينية، ممكن باي غطا، وتحطيه في صينية ألمونيا بيبقى جميل جدا وتحفة. وهندخله الفرن بتاعتنا، هيقعد فيها قد يعني اقل من نص ساعة. وادي هنا بقى هنحط، هنا عملنا خلاص البسلة، حطينا الشوربة وبعد ما غليت حطينا عليها البسلة. وهنا بقى ابتدى غطينا البدنجان بتاعنا، وابتدى هنا بنشوفه استوى اهو، بسم الله ما شاء الله. وشوفوا شكله جميل وزاد وبقى وطعمه اجمل كمان. وشوفوا شكله حلو ازاي ومقاديره مظبوطه اهو. يعني بصي مش قادره طبعا، احنا اللي هناكله، فانا مسكته عشان اوريهولكم. هنا بقى خلاص استوى وهنقدمه للاكل. هنا طبعا كان في عقد في الحله اهو، بسم الله ما شاء الله، الواحده بوحدتها بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اوعوا تنسوا اللايك وتشتركوا في القناه، اللي اول مره يشوف قناتي مطبخ ماما امال يخش ويعمل اشتراك ويفعل الجرس، وهيجيله كل جديد. واي حاجة انتوا بتشوفوها هنا في طريقة يعني بتاعة الخبرة، الطريقة وبتاعة الصحيحة الأصلية، اللي هي ايه بتديكي طعم مميز عندك ضيوف، عندك عزومة، فبتبقى طعمها جميل وهتبقي أستاذة في عمل المحاشي. هنا بقى خلاص هنبتدي نقدمه. شوفوا الحلة بقى، شوفوا الحلة قعرها مفيش حتى الهوا. يعني لازم تهتموا بالاكل عشان خاطر ما يبقاش عندنا فاقد، ولو اتحرقت او اتلسعت هيبقى الريحة في الاكل، فهتبقى برضو طعم البدنجانة مش لطيف. وهنا برضو زيها برضو الطاجن ده بتاع اللي فيه الكرنب البايركس ده من تحت بسم الله ما شاء الله. يعني انا بس سهي عليا ان انا اشيل واوريكم. هنا الاحفاد وصلوا، وطبعا زي ما انتم عارفين بيخشوا بالاحضان وبيبقى يوم جميل. يا رب يخلي لكم اولادكم كده وتعيشوا خلاص بقى. والسلام عليكم، قربنا نحضر.